القبيلة. مرحبا يا رجال القبيلة عد مسال من سل الغمامي. مرحبا قادحين الفتيلة محسبي ذا اللقا والزحامي. أسرج الخيل هم معتلين آلي يزرق عالين المقامي. كبشنا مسافة طويلة نطلب الله يعدل الزمان. واسمنا السيف ما تلقى مزينة
مرحبا ويا مسهلا. العيد عليكم مبارك. الله يعيد علينا وعليكم وانتم بأفضل صحة وعافية يا رب العالمين. الله يجزاكم خير ويجمعكم على طاعته وبيض الله وجيهكم جميعا اللي حضرتوا. والحفل ما يتم الا بحضور الجميل. يقدم الحفل زريق بن وحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على جلال نعمك ليست تحد وما لجميل عطائك عد. وخير الصلاة والسلام على من أتى يريد على الكون ليلا قد عتى فأشرق صبحا جميل الضياء فكان اعتلى وكان أرقى أحبك ربي فصلى عليك. عليك الصلاة وأزكى السلام وصلى على صحبك الأكرمين وآل أهل الوفاء الكرام. ضيوفنا الكرام مشايخ وأعيان أبناء آل زريق النهدي الكرام نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلاما على أسماعكم بالخير يبوح طيبا وشداء يغشاه شرفتم وشداء يغشاه. شرفتم الدار فازدانت بكم وتلألأت نورا وشاع سناءها. أيها الحفل المبارك بمشاعر حب صادقة ممزوجة بالوفاء نقدم بخالص التهنئة للمقام سيدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولأمير منطقة الأحساء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. أيها الحفل الكريم وأيها الاجتماع المتألق بطيب الحاضرين أهلا بكم في ليلة من ليالي الوصول والوفاء وفي أمسية ازدادت بهاء إلى بهاء قد فاحت برياح المسك والعود وتكلكلت بأكاليل من أجمل الورود. وفي ليلة يحتفل فيها أبناء آل زريق النهدي الكرام بمناسبة عيد الفطر المبارك. وفي هذه المناسبة نرحب بكم اللجان المنظمة لحفل المعايدة فأهلا بكم حضورنا الكريم. أعددنا لهذه الاحتفالية المباركة مشاركات لعلها أن تحوزوا على رضاكم وتصل لشيء من وفائكم. نبدأها بآيات عطرة يعطرها على مسامعكم القارئ أحمد بن حسن آل زريق النهدي. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نجدد الترحيب بكم في هذه الليلة السعيدة ترحيبا ليس له مثيل ترحيبا يليق بوفائكم. كما نقدم لكم هذا الحضور وهذا التشريف والذي بالتأكيد ليس مستغرب عليكم. أيها الحفل الكريم كلمة للشيخ فهد بن جمعة آل زريق النهدي يلقيها نيابة عنه عمدة قرية الكلابية خليفة بن عيسى آل زريق النهدي. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اسم أخوكم الشيخ فهد بن جمعة آل زريق النهدي ونيابة عن قبيلة آل زريق النهدي عامة يزف أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1444 إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي كافة والأمة الإسلامية وكل عام وأنتم بخير. يعطيك العافية. ضيوفنا الكرام كلمة يلقيها الدكتور عمر بن عبد الله آل زريق النهدي. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فمن هذا المبدأ الجليل الذي أمرنا الله عز وجل به من صلة الأرحام والتعاون فيما بيننا، فإنني أشكر كبار السن وأعياننا الذين شرفونا في هذا الحفل، فهم قدوتنا وخيرنا وبركتنا. وأشكر الشيخ فهد بن جمعة، وأسأل الله عز وجل له تمام الشفاء والعافية. ثم إنني أشكر جميع شباب القبيلة، فإنهم هم اللبنة العظيمة التي تسند هذه القبيلة وهم عمادها وأساسها. ثم إنني بعد ذلك يطيب لي أن أشكر شكرا خاصا اللجنة التي نظمت هذا الحفل الكريم، فإنهم هم الذين ساهموا في إنجاح هذا الحفل، وهم الذين تجشموا العناء لأيام كثيرة وساعات كثيرة في إنجاح هذا الحفل الجليل الذي حضرنا فيه واستأنسنا فيه جميعا ولله الحمد. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كلمة توجيهية تربوية يلقيها مصطفى بن أحمد آل صغير النهدي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرفنا أن نرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان باسمنا وأصالة عن قبيلة آل صغير النهدي أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة، والله يحفظكم ويرعاكم. فإن بمناسبة عيد الفطر المبارك هي أحد أجمل المناسبات الإسلامية التي تأتي لبث السعادة وتنثر الفرح في قلوب الجميع، حيث أمر بها الإسلام لتكون عوضا عن أيام الجاهلية التي كان يحتفل بها الناس قبل الإسلام، فهي أيام بركة وخير وتكبير وتسبيح المولى عز وجل، وفيها شرع الله لنا الفرح والسعادة، بل وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إظهار هذه السعادة والإكثار من فعل الخيرات كصلة الأرحام والأحباب ومساعدة الناس. لذا أسأل الله العلي القدير كما بلغنا وإياكم عيد الفطر أن يبلغنا عيد الأضحى معه أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حضورنا الكريم، ننتقل وإياكم إلى ميادين الشعر في هذا الاحتفال التي تضم كوكبا من رجال ونجوم الشعر والقصيد. رجال هذه الليثة عرفوا عنهم وعن ما حفظوا كل جبير ونالوا سمو المعنى والكلمة. سوف تستمعون في هذه الليلة لروائع ما حفظ والتي سوف يحتفلون بها حفلنا الكريم. بداية القصائد هي مع رجال جعلوا من الإبداع علمان ومن التميز شعرا واستثناء في عالم الشعر بجمال حروفهم وعذوبة صوتهم. رجال سطع أسماءهم في أسماء المعالي. باسمكم جميعا ندعو نرحب بالشيخ حمد بن عبد الله آل صغير النهدي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. القصيدة مسلم حق صاحبها. مبدأي باسم الولي خلاد مكاني،
جل جلاله عظيم الجاه والشان، هو خالق الكون والدنيا وما فيها، وهو الذي يعلم الخافي وما باني. أرجع عطاه عطا غيره فلا ليبه، وأعوذ باسمه أنا من كل شيطاني، واستغفره وارتجي مدات من جوده. يوم انهم حطوا اعمالي بميزاني، بيوم عبوس يهوى القلب من شافه، ومن لا رحمه الولي خايب وخسراني. ومن عقب مبداي باسم الواحد الوالي، سويت مطابلي من زينات الالحاني، لقيت واخترت منها ما حلا قوله، واخذت منها النوادر كل مزاني. عروس شعر تزينها معانيها، يظهر صداها لها في الشعر عنواني، والشعر موزون من عقلية الشاعر، قالوه قبلي قديم بماضى الازماني. فانا صغير لا شك اخذ الخبر مني، وينبيك عما بقلبي منطق لساني. كم من صغير وعرف غايات مصلحته، وكم من كبير وعقله فيه نقصاني. فكرت وامعنت بالدنيا وما فيها، لقيتها فانية واللي بها فاني. ولا دايم الا جليل الملك سبحانه، اللي لا راد شيء كونه كاني. يا سامع القول صخلي واستمع مني، عساك تفهم كلام جاك وقتاني. ترى النصايح تفهم قلب سمعها، ياخذ بها عبرة يا صار فهماني. ومن لا فهم لو تزيد القول وتكرر، تطوفها السالفة من غير وعياني. شفت وعرفت ولقيت الناس بالدنيا متفختين بعقل واشكال والواني. تلقاهم اثنين من بطن ظهر واحد، لا شك ما واحد يطلع كما الثاني. فيهم صدوق يحب الطيب وفعوله، صاحب ضمير شريف وفيه وجداني. اللي يتكلم يعجبك زين منطوقه، اما هرج حق ولا قام بحساني. وايضا بعد فيه بالعربان من حاسد، قلبه من الحقد والاضغام ملياني. والبعض منهم مجنب كل خلق الله، ما يعترض في سبيل فلان وفلاني. قلبه من الحقد والاضغام ملياني. والبعض منهم مجنب كل خلق الله، ما يعترض في سبيل فلان وفلاني. قلبه مريح ولا له بالعرب حاجه، ما له ورا الناس مطلوب وغرباني. وراعي النميمه ترى فيها البلا كله، من سبته صار مع الصدقان قوماني. مشابهم بالنميمه لين فرقهم، وهم خوال وبني عم وجداني. لا شك مشره عليه ولا على مثله، أشره على اللي يقود له بلساني. والرابح اللي يريح الناس من شره، يمشي بشانه ولا لا بالعرب شاني. وبعض التجارب مع الأيام فادتني، منها عرفت الذي ما كان يخفاني. عرفت من حبني من صعب شان مصلحته، ويوم قضى لازمه مر وتعداني. وانا احسب انه صديق مخلص النيه، لو صابني سوء باع الروح من شاني. وعلى حقيقه ضميره بالني فعله، اثري لو ما تغدى بتعشاني. ومنها عرفت الملا كل على شكله، عرفت ما قيل صدقاني وعدواني. والناس هذه ترى من خلقة الدنيا، أبهم هديا وترى بالناس قشراني. فارحل عن الدار يا شفت الجفا منها، فارحل عن الدار يا شفت الجفا منها. أرض الولي واسعة والناس خلاني، ودنياك ما داومت للي مضى قبلك. حتى لو عمروا بالقاع بنياني، راحوا ولا كملوا جملة حوايجهم، أيضا ولكنهم داجوا بالأوطاني. أسوات عابر سبيل تايهم فيها، مروا تعدى ضحى ولا مسياني. لا شك منها تزود واكثر التغوى، حيث قدمك حساب وفيه دياني. وعندي خبر ما كتب في اللوح ياتيني، لو ما وطيته ترى ملزوم يطاني.
شيبت من جورها غصبا وانا توي، وعمري صغير وشيب الراس قد باني. ويا رب عفوك وسترك وارتجي منك، رحمه وعفو تصغير وغفراني. وصلوا على من يحج البيت في مكة، أو مهمل من حقوق الوبل والداني، على رسول هداه الله من رسله خير البرايا محمد ناصر عدنان. قصيدة شعرية سوف يلقيها على مسامعكم زريق بن سعود بن علي آل زريق النهدي. السلام عليكم. اللي ما يعرفني تراي زريق بن سعود بن علي الزريق ولد عمكم، واتشرف فيكم جميعا. هذه نصيحة، القصيدة عبارة عن نصيحة ما يحضرني اسم راعيها، لكن اتشرف اني اقدمها لكم ان شاء الله توصل. يقول دنياك لو تسوى من الحزن ذرة، ما كان تليها توبيت وقبور. العمر يمضي بين حلوه ومره، والموت حقه قابض الروح مأمور. دام الحياة الفانية مستقرة، ورزقك يجيك بين الأجواد مستور. لا تنشغل بالوقت برده وحره، واحذر تصير قسمة الناس مقهور. حكم القدر لا جاك خيره وشره، اشكر عظيم الشان ومذب مغفور. اطلق خيالك واترك النفس حره، وخلي الطبيعة في حياتك لها دور. وبالليل لا بانت نجوم المجرة، اذكر بديع الخلق باحساس وشعور. واسجد لرب الكون مرة ومرة، واحفظ لسانك واترك الكذب والزور. وفروض ربك خلها مستقرة وخلها مستمرة، وطاعتك انا طالبك ثم انا طالبك، لا يدخل بها نقص وكسور. سلام عليكم. قصيدة شعرية عن قبيلة بني نهد سوف يلقيها عليكم عبد الله بن راشد آل زريق النهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا الزريق جميع، وعيد الله عليكم مبارك، ومن العايدين ومن الفايزين. معي قصيدة للشاعر مبارك بن فركان النهدي، كتبها في القبيلة وبيض الله وجهه. يا سلام يا الجبال المعتلية، يا بني عمي هل الوزن الثقيلي في زمننا والسنين الأولية. يا جبل شامخ وراسي ما يميلي، أنتم إخواني بالعرق المنهدية، دمنا واحد ويجمعنا الفصيلي. يا عيال الزريق عشاق المنية، كلكم شجعان ما فيكم ذليلي، والقوافي في ضمايرنا النقية، ما ندور غير للشكر الجزيلي. الوفا مصباح للنفس الوفية، عنه ما نرضى ولا نقبل ابدليلي. ويا رسولي حط شدك على المطية، ويا رسولي حط شدك على المطية، من حرار عمان يجلبها العميلي. لابت نسعد بها في كل هية، وبن جمعة فهد كالسيف الصقيلي. شيخهم ما قادهم للدنية، قايدهم عراف وامثاله قليلي. بلغه يا مرسلي مني الهدية، البيوت اللي بها المعنى الجزيلي. قالها شاعر لظروفه ردية، يمدح الأجاويد لو يصبح قتيلي. لو جروحه توها تنزف طرية، ياتي الوفاء كان في حد الخليلي. ومن يبا الخير لا ينسى نبيه، عليه الصلاة بالنهار وكل ليلي. قصيدة ختامية سوف يلقيها عليكم عبد العزيز بن فهد بن صالح آل زريق النهدي. فليتفضل اشكر. السلام عليكم. الحين ذكر الله، صل على النبي. ودنا لا اله الا الله الوالي، يا ما شاء الله على اللي شاقت عيوني، شاقت العين ذود صفها
هذه قصيدة الله يطول عمركم بالبرك في الكان النهدي. يقول يا سلام الله يا نسل جدودي يا عيال صغير من سنة المسمى نسلكم منه في القرآن شهودي وجدوني في إبراهيم الهمة الزمان اللي مضى ليته يعودي يا من جعل التاريخ علمه الفروق يوم لاحت في وعودي صوتنا للقلب ومعنى الأمة أكمل من الراس العودي أعلمها بقبائل تهمه يا أزواج وقوع سنود المعزة عندنا طبع مسلمة الحقيقة يا بني عمي تزودي وعلى الوطن المسكين سمة ساسكم قبل دائم السعودي اللي تمنوه شدتكم ظلمة أسس الدولة وكان مال حدودي وكان مال سموحه بس حلمة اعتنت اليوم مهم بالركود والحسود اليوم لا شفت همة ينحسب فيك النمو والفهودي دامت اللي يجري لهم العرق دمه الكلامية أبغى كرسودي لا أضيها بالسيف الحربات تهمة صغري بالإزراق البنت العنودي سيردي الإزراق البنت العنودي اللي خلق لنا بالكون نجمة للشعار يميز من الوجود ولها ربنا متبين وسامة يا عجوز يا أدهى النقودي ومجاصدها قد صار حجمه والقصيد يطول عمر الخلودي شعر يبني حصونه ما تهدمه الصدوق لا يفضل الجهود وفطور الناس يكسب كل نجمه سلاماتكم. صلوا على النبي يا شباب والله عليك ما شاء الله. هناك مشاركة رائعة جدا أتمنى من الجميع الإنصات لها والاستماع لها جيدا، فهي من سيرة قبيلة نهد العريقة ودعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم لقبيلة نهد، فاستمعوا إليها يلقيها لكم محمد بن عبد المحسن بن محمد آل زريق النهدي. المشاركة يا رجال عبارة عن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لقبيلة نهد. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء وفد من نهد يتقدمهم طهفة بن زهير، دعا لهم الرسول ونص الدعاء يلقي على مسامعكم محمد بن عبد المحسن بن محمد بن خميس آل زريق النهدي. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد قبيلة جاءت إلى نبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ودعوه لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم في محضها ومضها وابعث راعيها بالجزر ويانع الثمر وابجز لهم بالثمر وبارك لهم في الولد. من أقام الصلاة كان مسلما ومن أدى الزكاة كان محسنا ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا لكم يا بني نهر. ودائع الشرك لا تنطط في الزكاة ولا تغافل عن الصلاة. المراد الكتاب أسد الغابر في معرفة الصحابة، وهذا الكتاب مشهور عند أهل السنة والجماعة للمؤلف ابن كثير. مرحبا يا رجال القبيلة، مرحبا يا رجال القبيلة، عد مسال من سن الغمامي. مرحبا قادحين الفتيلة محبوبي ذا اللقا والزحامي. أسرج الخيل هم
شاعر ما فيه حيلة طوع القافية منه نصاني قولوا يا الله يا ولي القصيرة تجمع قلوبنا وكل الأمان قبايل لها عز وشاني راكبين الخيول الأصيلة مهرها شوق وأيضا أماني أبو حيان حمولة ثقيلة صار والله حبه يماني يا هيه وعزتي له أشغل القلب وحبه رماني كل ما مسيت أشوف زوله أشغلتني وحبه سطاني يا جماعة ترى ما ببديله أشرقت شمسها روحي وجناني أوجعت قلبي بنت جميلة وابتلى قلبي بذا الموت ماني اسمعوا القافية مهتوينة خدها مثل بدر التمامي وصقر شاعر ما فيه حيلة طوع القافية منه نصاني قولوا يا الله يا ولي القصيرة تجمع قلوبنا وكل الأماني تجمع قلوبنا وكل الأماني يا نسل الشيوخ المناعير يا اللي لهم في القلب قدر ومكاني لا تشبر الأشبار ترى شبركم غير معربين الجد وأيضا الخوالي معربين الجد وأيضا الخوالي في الحرب أنتم وحوش كواسير نطامت الأعداء نهر الزحامي أبدعت في القاف بأحلى التعابير أرجو من الله أنه يعدل كلامي ووجودي عليكم من ضاع له طير له تعشى وأنا ذاق المنامي كن في السياح يا سوق التباشير الطير عين عند ناس الحشامي الطير عين عند ناس الحشامي أتحلى أشوفكم لبتي حست عصير الأزرق بالنهد مكسرة العظامي يطول فكري تايه دون تبرير في شوفكم شبه السحاب الركامي يا غيث الأرض ويجيك لونها غير تنبت أزهارها خزامة وقحواني أنتم جوارح مهما كرنجير والكل في خير مسندي وحزامي والكل في خير مسندي وحزامي لا تشبر الأشبار ترى شبركم غير معربين الجد وأيضا الخوالي معربين الجد وأيضا الخوالي في الحرب أنتم وحوش كواسير نطامت الأعداء نهر الزحامي أبدعت في القاف بأحلى التعابير أرجو من الله أنه يعدل كلامي ووجودي عليكم من ضاع له طير له تعشى وأنا ذاق المنامي كن في السياح يا سوق التباشير الطير عين عند ناس الحشامي الطير عين عند ناس الحشامي أتحلى أشوفكم لبتي حست عصير الأزرق بالنهد مكسرة العظامي يطول فكري تايه دون تبرير في شوفكم شبه السحاب الركامي يا غيث الأرض ويجيك لونها غير تنبت أزهارها خزامة وقحواني أنتم جوارح مهما كرنجير والكل في خير مسندي وحزامي والكل في خير مسندي وحزامي لا تشبر الأشبار ترى شبركم غير معربين الجد وأيضا الخوالي معربين الجد وأيضا الخوالي في الحرب أنتم وحوش كواسير نطامت الأعداء نهر الزحامي أبدعت في القاف بأحلى التعابير أرجو من الله أنه يعدل كلامي ووجودي عليكم من ضاع له طير له تعشى وأنا ذاق المنامي كن في
معاكم لابتي حس عصير آل زريق بالنهد مكسرة العظامي يطول فكري تايه دون تبرير في شوفكم شبه السحاب الركامي يا غيث الأرض ويجيك لونها غير تنبت أزهارها خزمة وقحواني أنتم جوارح مهما كرنجير والكل في خير مسندي وحزامي والكل في خير مسندي وحزامي تمت وصلت ربي عد سيوف الشواطئ على نبينا المختار من نسل عدناني راكب اللي جديد
جرس التنبيه. نبي نوصل مليون مشترك. ارجوك يا ابيض.